ساب النادي لابنه، هو أكتر واحد فاهم الدنيا وأدرى بمصلحة الفرقة. مفاجآت عن تولي أحمد مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك خلفاً لوالده. إزاي مرتضى منصور مسك أحمد ابنه مكانه، وإيه اللي عمله أحمد في زيزو؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. في البداية كده أنا مش عارفة الخبر ده هيفرحكم ولا هيبسطكم. هل انتم عارفينه أصلا ولا مش عارفينه؟ اللي حصل يا جماعة إن المستشار مرتضى منصور مشي من نادي الزمالك، ساب رئاسته يعني، بس اللي جه مكانه كان أحمد ابنه. أحمد عضو في مجلس الإدارة، وأظن كلكم عارفين، وده اللي مهد له الطريق إن هو يمسك أهم منصب في نادي الزمالك، مسك منصب رئيس النادي. وطبعا زي ما انتم عارفين الحركة دي لازمها تدبير وتخطيط كبير قوي علشان تحصل. ما هو مش أي حد والسلام كده هيمسك منصب رئيس نادي الزمالك، لازم مجلس الإدارة يجتمع ويوافق الأول على أحمد، ويكونوا متأكدين 100% إن هو هينفع النادي وهيقوم بيه. طيب مين اللي خطط لاختيار أحمد مرتضى منصور يكون رئيس للنادي؟ علشان تعرفوا مين اللي خطط لكده لازم الأول نسترجع اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت داخل نادي الزمالك. اللي حصل إن المستشار مرتضى منصور مر بظروف صعبة في النادي، وقرارات ألزمته إن هو يسيب المنصب الأهم ويكون زيه زي الجماهير العادية، مجرد مشجع يعني لنادي الزمالك. من وقت ما ده حصل والدنيا قايمة داخل نادي الزمالك، مين هيكون رئيس النادي بعد المستشار؟ مين أكتر واحد عارف خباياه وعارف رايح فين وجاي منين؟ وهنا جه الاختيار على أحمد مرتضى منصور باعتباره أكتر واحد كان قريب من المستشار وعارف اللي بيحصل داخل النادي. وفقا للإعلامي هاني حتحوت، فمجلس إدارة نادي الزمالك اختاروا أحمد لمنصب رئاسة النادي، وده بعد مشاورات بينهم. اجتمعوا أكتر من مرة وشافوا إن أحمد مرتضى أنسب واحد للمنصب ده باعتباره الشخص الأهدى داخل مجلس الإدارة، والأكثر كمان ثقة من جانب مرتضى منصور. وغير كده وكده فأحمد بيتحرك في خطوات مختلفة لحل عدد من الأزمات داخل النادي، يعني هو أصلا شغال ومش قاعد. همه الأول حل جميع مشكلات النادي، وكانت واحدة من أهم مشكلات النادي هي دي بقى أحمد سيد زيزو، اللاعب الأهم حاليا في فريق الزمالك، واللي كل الأندية الكبيرة حاطة عينيها عليه. الكل نفسه ياخد اللاعب ده عنده لفريقه، لاعب مسيطر وقوي في الملعب وهداف زيزو. وزي ما أغلبكم عارفين إن هو بقاله فترة ما بياخدش راتبه من الزمالك، النادي مش عارف يديله حقه، في نفس الوقت جايله عروض انتقال بره مصر وفيها فلوس كتيرة حلوة. علشان كده قعد معاه أحمد مرتضى منصور، ودي كانت أول جلسة واجتماع لأحمد بصفته الرئيس المؤقت للنادي. الفكرة إن أحمد مرتضى منصور سأل زيزو خلال القعدة دي، سأله عايز يمشي ويسيب النادي ولا لأ، واللاعب وقتها سابها عايمة، لا قال ماشي ولا قال قاعد. وده اللي ممكن يقلق الزملكاوية الفترة اللي جاية. ولا انتم ايه رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.